السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح اطير الحمام وارد اراويكم سرعه الحمام وقوه الحمام. طبعا صار لي 3 ايام، عارف 4 ايام ما مطيرهن. واشتغلت هاي السقف، هاي عندي بيبان فسختهن، وهذا البيت قوي ما عليكم باللزقات، هاي بعدين نرتبهن اللزقات مال البيبان. المهم شوفوا هاي الخانه شلون صارت، السقف مالها وناسه وحلوه، وشوفوا ايش قد فرق. يعني هاي حراره تعزل عن الحراره، وهذا شكل اللوفت هيك يصير. وعندي بعد بيبان راح اجيبهن واكمل هاي ارتبها، وراح ابدي اشتغل باللوفت. راح اصبغ واقطع الخانات والبيبان واعزل النثاية عن الفحله، لان هسه هيك صايره هوسه. النثي اللي حطها هنا اعتقد يركبون هذول الفحله، لان عندي هواي فحله. هاي البخاريات عندي هواي فحله هنا كله زايفات. فهسه حبيت اصور لكم الحمام تشوفون سرعتهم، بس كون يطلعن جنح واحد وما يضلن يطشرن. تعال هسه بس افتح الباب يطقن بوجهي، بس انا يتني هنا ينزلن ياكله على مود ما يطقن بوجهي ويطلعن. طبعا عنده فراخ 2 مصدفات ما طايرات ابد، وخاف هسه يطلعن وراهن. اذا طلعن وراهن لا حد يقول لي ليش تفتح لهن حمام منها، لازم افتح لهن حمام منها عمود ما يرحن. تعال 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 تعال. صراحة شوفوا هذا الحمام بيهن كم طير طشر، بس زين ما طلع المطشرات طبعا، يعني سوية نقول. صراحة يعلن، لان صار قلت لكم 3 ايام 4 ايام ما طايرات. شوفوا شلون جاي ياخذن يمين يسار، عبالك جاي فاكن هسه تدريب عندي. طبعا ما جاي اصور بالايفون، الايفون شويه دقه مالته قويه، جاي اصور بجالكسي تصويره يعني ما يبين واضح كلش. شوفوا مطيارهن شلون حلوات ومرتبات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله السنه الجايه نتوفق بيهن بالسباقات. شوفوا مطيارهن شلون حلو. التصوير طبعا ظالمهن التصوير. شوف العين احلى جاي اشوف سرعه جاي يرحن يمين يسار، ما اعرف شنو جاي يسوون. انطلقا ما جاي يبينها بالتصوير. ما اعتقد ينطلقن وقت انطلاقي احس. بس شنو يعني صلوات على محمد. مطيارهن كلش حلو، القوة، النشاط، الصحة، يعني طيور ان شاء الله عليها الاعتماد السنة الجاية. وما راح اقصن طيرة، خلينا باقي بيهن حتى لو هيك عصريات اطير بيهن، امشي طير هنا حفظا مكان. خب مو انا اجيبهن السنة الجاية ما لحقن يقون، حطيتن وقمت ادرب بيهن وسابقت. شي اكيد راح يصير عندي ضياع هواي، بس اذا يظلن يطير هنا يحفظ المكان شوي احسن. سجن على السطح. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات يخوفن. هاي بعدني عندي فراخ ما عازلهن، عندي هنا ما يطيرن. عشان مطير بقى عندي هذا بخار مطارد ما طار. عندي ذاك مقلم شوي رجله تحورت. هاي الباب لازم اسويه، جاي ارد افتحهن قبل هيك قلت لكم قبل 4 ايام ما اعرف 3 ايام قبل 4 ايام ارد اطيرهن، وفتحت الباب وما اعرف تشلت رجليه هنا بالشبش تعور، مو يطلعن سوا. ها شوفوا شوي رجليه متعوره. هذا المسبوق ما طار، هذا البخار وذنيك مصاب. ليش هذني ما طارن؟ ليش؟ شنو سبب؟ يلا طلع يلا. انت هم صاير ما ادري ايش مالك. روح اطلع روح حتى كنت ما تحط. شنو؟ تعال انتم سترا علي انا لا اطلع هسه. هسه الحمامات تعبان وطلعت. هاي عندنا مقلمه فردتها انطيت بيضاتها للكويتي، هاي مال طويله. وعندي الاسود لقيته مزاوي كان مطابقها للقندي ذاك مال طويله، فلقيت الاسود ما الصراحه ما عجبتني الطابقه، هو ضعيف وهي ضعيفه شي طلع. فقلت للرضاوي الكويتي قلت له بيضات هاي الطبقه شوفن، قال لي يا ريتهن.
حطيتين إليه قال عدي دش 20 بيضات ليش طلع عن جواهم. وهاي هلستها قلت اطيرها هنا، راحت كضوها وقصوها وجبتها منهم. هم قصوها ما يدرون بها لان ما بها رغمه. وهاي الفرخات عزلتهن صار لهن كم يوم هنا عازلهن، بس بعدني ما مخرجهن. هسه النوبك هنا نخاف من السيم، لان هسه شين الميردن يحطن ما يسيطرن يضربون بالسيم. هاي عند السيام اخوف ويا البيت ويا الستاره، بس ما اعرف بعد. عند هنا السيام هواي والله، لا وين هواي قليل. هاي عنده فراخ. تعال راح والله خاف من السيم. اذا اجى يحط وما قدر قول انضرب والسيم، ما اعرف شلون يخلصن روحتهن من السيم. واكثر محطاتهن يحطن فوق لان شني. تعال تعال اللهم صل على محمد وآل محمد. زين محطاتهم حلو، بس هذا مش الطيور بكره بعدين يحطن فوق. ليش؟ لان هنا 24 ساعه فوق. هسه راح ادق لهن وقافيات وارتبهن، بعد ينسن هاي ينسن يحطن فوق اللوفت. وهو اللوفت راح يحطن احبال عمود يخافن ما يقدرن يحطن بعد فوق اللوفت فيتعلمه. شوفون شلون تعبانات لين ما جاي يطير بيهن. هاي الحمامات كلهن حاطن. هاي قسم على الستارة. شوفوا هنا الكشخة، هذا ابن الهولندي يا كشخة غير تعبان فاك جناحاته يبين كشخة. وهاي المغلمة فكيتها من اربيل، فكيتها من اربيل ودخلت لي بوقت كلش حلو. شوفوا جسمها ان شاء الله السنة الجاية زاخو. وهاي مرجل اذا يسألون عليه دائما يسألون مرجل وين مرجل. هاي مرجل كنت اسميه ابو رجل بس طلعت نثيه غيرت اسمها. طبعا الرابط قاص رجلها وحاولت اقصه ما قدرت الا تنقطع رجلها فعفتها هيك. هاي فكيتها من العظيم ورجعت. طبعا هاي كل السباقات مرتين فاكها هاللوفت. هاي كل السباقات مرتين، يعني فكيتها تو الطايرة عندي ما صارها 20 يوم بس قوة عدي تنهزم ويا الحمام وترجع. فكيتها من الميمونة، تأخرت عندي تقريبا شهر ورجعت لي. هم تفاجأت شلون رجعت ما اعرف وما حد كاظها. استغفر الله كاظينها من ذيلها وطايرة، فذيلها رجعت لي نسل بريشات مهلوسات وبريشات لا ما مهلوسات. وبقت عد تطير ورجعت وعالجتها ورجع نظامها بيها ويا عنوانه جاي سابق والحمام يعني واصل بيه مسافه. مش بس هذا اللي يزوع من قد الحروره والتعب ولو ما ماكل شيء شو الزوج. هاي لعبه نفسها من جاي يسولف بهاي الموزيم. اي ف قلت لكم فكيتها ورجعت لي ورا شهر، جهزتها وارتاحت وما اعرف شنو قمت تطير الحمام وهاي قمت ادرب بيها وفكيتها من العظيم ورا يومين ورجعت لي بعد ما فكيتها ولا افرخها ولا راح افرخها. السنه الجايه راح اشوفها يعني، بس يعني هاي السنه مو قول قويه عندي حمام قوي وفرخ هنا وطاح. وهاي يعني لزمتها وخابرت راعيها بران الذمه وظلت تطير عندي. هاي طيرة هاي قبل فترة طير عندي. شوف هذا طير غريب ما اريدك لوات. شي
شباب هسه راح اطلع الفرخات، لازم اطلعهم بعد. هاي الطيرة ما راح تطلع، ولو حتى لو طلعت راح اعوف الحمامات هنا لان عندي شغلة. هسه اجيكم. يلا طلعن بعد. الستارة. هاي الفرخ هذا اخوه. اطلع وين لازم تطلع. ايش راح اسوي؟ راح افتح لهم لان انا لحد الان ما معلمهم يدخلون قبل. هسه رفعت لهم سيم واحد، راح اسد الباب وراح اروح انا بشغله واجي. خلي الحمام هنا ولا هو ما يصير، بس خليهم بعد. هو شنو هسه انا عند السباق، خليه هنا يرتاح. ليش كله باللوفت؟ وهسه الحمام تدرون هسه وين؟ كله فوق هذا الغرفه يحط. ليش؟ لان هنا شوفوا مو قاع ترابه يملحن، لان هنا ما يراد لهن كيلس. هاي ايش قد اجيب لهن كيلس؟ لازم خليهن هناك. هذا كيلسهم فوق طعامهم، ولو هو شيء غلط لان ها راح بالسباق يظل كله هنا يحطون شيل عن قلبه. بس هم اسوي حبال وارتبه. يلا شباب هذا شنو؟ بس لا فرخ طار من ذني الزغار. شنو؟ وين هنا الفراخ؟ ذني مو هذا شنو؟ ها هذا فرخ قوي عندي يطير. يلا شباب انتظروني هسه اجيكم. شباب رجعنا وياكم. طبعا تاخرت كلش تاخرت، والحمام لقيتن كلهن داخلات باللوفت، لا صايح الهين ولا اي شيء ولا معشيهن. هسه راح ابدل مايهن. طبعا انا صار لي 3 ايام جاي انطيهن علاج لان قاطع العلاج عنهن كلش. جاي انطيهن مال رافع مناعه لان شوي جو حار، ما اعرف صح غلط. مال رافع المناعه يشتغل بالصيف. وهذن الحمامات اللي باغيات برا. الافراخ وين؟ هذا واحد وهذا شنو؟ وين الافراخ؟ بس لا رايحات. هذا واحد والله هسه هذا عرفته، هذا المسبوق. هذا اخوه هنا خاطي يريد يدخل ما يعرف. روح طير. بس راح ادخل له فراخ. وعش الحمام بغيانه. هاي الطيرة هم هلا ادخلها. هاي الطيرة هم اريد ادخلها مخصوصة. تعال. حتى العلف هنا قالباته. شكله ايش تعلف؟ هذا العلف الموجود. دام الحمام صحة وزينة وملقحات وعلاجات، ولو قلت لكم ما جاي اعالج، الحمام صحته زينة يعني. الا اجيبه من هذا العلف الخلطة السوداء. ترى هاي بعدها ما مخلصة الخلطة السوداء. هاك شوفوا هذا بيها شوية باغي. بس هنا انا كاسر بين يعني يوم وين اعلف من هذا، نبقى ارجع يوم وين اعلف من ذاك، ما اكاسر بيه. عمود ما اخليهم بس حنطة والشعير وحمص وعدس وتمن وخليهن يملن. لا عيني، اكاسرهم بين الخلطة الحبة السوداء وبين الخلطة هاي. ليش؟ حتى شوي يخفون علي من المصاريف لان يصرفن هواي هن ذني. اقولهن كل ظن الواحد شن ما يرضى. هسه انا جايب حنطة 7 قواني، وين اودين 7 قواني؟ غير كفني من هنا والقونية 50 كيلو. يعني تخيلوا هاي كمية العلف اللي جايبها. لقيت ولد يعني يبيع رخيص. انا بالموسم جايبه القونية 50 كيلو ب35,000، فلقيتها ب25,000 و50 كيلو. قلت انا ليش بعدين اروح اشتري غالي؟ يعني فرق 10,000. 35 50 كيلو هاي بالموسم بالشتاء جبتها، وهسه ب25 ل50 كيلو. فاستغليتها فرصة، قلت خلي اجيبها هسه وخليه يبغى يعدل الموسم بالشتاء. وهي حنطة لا راح تخرب ولا راح يعني شي يريد يصير بيها وضامها.
يلا شباب هسه راح ادخل الطيور. حمامات دخلتهن وعشيتهن مثل ما تشوفون عادي حتى لو عشا زايد خياطنا بس لا يطيحن عندي. طبعا الصحة زينة الحمد لله والشكر. هذا الحمام شوفوا هنا يراد لي انارة بعد اسوي لهن انارة وارتبها. وهذا بيبان اصبخ هنا اعدلهن احط لهن لزقات ما بقيهن هيك. وهنا اعدلهن هنا بيبان سلايف ما اعرف شلون افصلهن يجي اخوي ويفصلهن. هذا الحمام اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الحمام جاي كاثرا والتوفيق من الله وان شاء الله نتوفق بيهم. بس ما اقول هذا الحمام كله زين وكله راح يسجل عندي ماكو. اذا كل الحمام يسجل بعد لا حطينا اجهزه ولا سابقنا ولا دخلنا بنوادي مو صحيح. بس هو هذا الحمام يعني نتعلم من عندهن هذا السنه الجايه اتعلم بعد اللي وراه لحد ما يعني اصير ما اقول لكم خبره واحد عراق بس اقول لكم 25 عراق 25 مشيني. يلا عادي حتى لو نحكي هيك. هذا المطبخ هم يراد له تصليح البيبان هنا اسوي الباب اصلحه ما بقي المطبخ هيك. هاي السقف راح اغيره. سويته مؤقت كله مؤقت من عزلت الحمام قمت شلون ما كان الزق بس اريد اخلص. بس الحمد لله والشكر شوي شوي نبي نعالج الحمام. شنو نعالجه يعني نرتب الحمام ونجهزه. حامد ان شاء الله السنه الجايه جاهزين. واقيكم يعني السنه الجايه انا ما راح اول سباق ثاني سباق ثالث سباق اجيب نتائج لا عمي. تقريبا خامس سباق خلصنا ذا خامس سباق. ها شو تقولون؟ يعني بالطويله اجيب يعني نتائج يعني بالطويله انت وحظك. بس بالقصيره لا القصيره وين يعني من سوالفهم وتدوخ تغلبهم جماعه القصيره بيناتهم يتناطحون. لازم حمام قوي ادارتك تكون صحيحه تدريبك يكون فول مو انا يعني اقضيها بالدوام اجي لك من انا الحمام ما اعرف شنو بي ما بي واسابق يعني شويه يراد لك نتقوى بعد ونتعلم والله يوفقنا ويوفقكم. يلا شباب طبعا اعطيتهم ماي وعلاج خليت لهم وهاي الحمام جاي يلعب ومرتاح وراحه احسن مني مرتاحه. يلا شباب مع السلامه.